5 حقائق عن ماء زمزم صدمت العلماء. كثيرة هي المعجزات التي تدلنا على عظمة الخالق، بل وهناك معجزات قريبة منا ونستطيع رؤيتها. اليوم سنتكلم عن الماء، أهم شيء في الحياة، ولكن ليس أي ماء، بل ماء زمزم، فهو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا. اليوم سنتعرف على 5 حقائق عن ماء زمزم صدمت العلماء. عدم نفاذ ماء البئر حتى الآن. ماء زمزم لم ينضب أبدا منذ أن ظهر في الوجود، وهو يمدنا بالكثير من الماء ويكفي جميع الحجاج، ويبلغ متوسط الاستهلاك منه في يوم 7 من ذو الحجة من كل عام حوالي 10,000 متر مكعب في الساعة. المعادن داخل مياه زمزم. يحتوي ماء البئر التي يصل عمقها إلى 30 مترا على تركيزات عالية من الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى ضمن مقاييس الصحة العالمية. أما المعادن الأربعة السامة فهي توجد بنسبة أقل من مستوى الضرر للاستخدام البشري، ووجد أن الماء خال تماما من الجراثيم، ومما سبق يتبين أن ماء زمزم قلوي غني بالمعادن المفيدة للجسم، وهو يمد الجسم بقدر من الطاقة ويزيل الفضلات الحمضية، ويعادل الأس الهيدروجيني، ويعمل كمضاد للأكسدة ومزيل قوي للسموم، ويساعد على تنظيم الهضم وتحسينه ومنح الجسم التوازن المطلوب، وهو وسط معاد تماما للبكتيريا. نقاء ماء زمزم. في عام 1971 ادعى أحد الأطباء أن ماء زمزم غير صالح للشرب، وكان كلامه مبنيا على أساس أن الكعبة منخفضة عن سطح البحر، فلا بد أن مياه الصرف تتجمع في بئر زمزم، وما أن وصل الأمر إلى علم الملك فيصل رحمه الله، إلا وقرر التحقيق في الأمر وأرسل عينات إلى معامل أوروبية لإثبات نقائها، وعند فحصها تبين وجود نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهذا هو السبب وراء انتعاش الحجاج بعد تناولها، كما أنها تحتوي على مركبات الفلور التي تعمل على إبادة الجراثيم، وهو غير قابل للتعفن ولا يتأثر بالتعرض للجو الخارجي، ولا يوجد به أي جراثيم أو ميكروبات. زمزم في عيون العلماء. انبهر العلماء حقا من قدر المعجزات الموجود في هذا الماء المعجز بذاته. أولا، هو يخرج من بئر بعمق 30 متر منذ آلاف السنين ولم ينضب حتى الآن، وعندما تم عمل تجربة لشفط ماء البئر وجد الباحثون أن الماء يخرج من بين ثنايا الرمل بنفس معدل شفطه، ولا يوجد أي أبيار أخرى قريبة منه، كما أنهم وجدوا أن الماء يحتوي على الكثير من الخواص العلاجية، وهو ما سبب لهم دهشة حقيقية وأخرس ألسن كل من حاول التشكيك في الأمر. علاج الأمراض. ماء زمزم له خواص علاجية كثيرة، فمثلا له القدرة على تدمير الخلايا السرطانية، ويساعد على تحسين الإبصار، وهو قادر على عمل تغيير إيجابي في كافة النواحي الجسدية والصحية والروحية، وهو مفيد للحامل والمرضع، ويمد الجسم بالطاقة اللازمة، كما يزيل السموم من الجسد ويؤخر علامات الشيخوخة وغيره مما ذكرناه سابقا. تريد أن ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا؟ نحن نساعدك على ذلك. اضغط على أيقونة الجرس، ستكون على يقين أن كل الأصدقاء هنا، ومن ثم ستحصل على إشعارات بالإصدارات الجديدة. للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع.